السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل معاكم وصفة مخللات. عندي احلى مخلل بحبه طبعا في التوقيت ده، عندي مخلل اللفت عندنا جميل كده ونضيف، والجيب ما يكونش كبير. تمام، اغسله غسيل كويس يا جماعة، نضفيه الاول على الناشف واغسليه كويس. ابدا عندي وانا بغسله كده كويس، اقوم جايه عندي مصفيه من الميه بتاعته، واجهز عندي شويه ميه واحط فيهم على حسب كميه المخلل بتاعي. دي كميه صغيره كده، هحط فيها 3 4 معالق ملح حلوين، ادوبهم كويس معايا كده. تمام، واكون في التوقيت ده عندي مجهزه كل حاجتي جنبي. عندي اهوت شويه الملح بتوعي كده. عندي بقى السر بتاع المطاعم وبتاع المحلات الكبيره، بتلاقي عندك لون اللفت بتاعك احمر كده وجميل. طبعا لو احنا سيبناه زي ما هو جميل. عندي حته بنجر كده صغيره بتخلي اللون حلو والطعم جميل. اقطع عندي حتتين بنجر كده شرايح رفيعه في الميه بالملح دي، وادوبها واركنها على جنب شويه. على ما اكون قطعت اللفت بتاعي كله، هتلاقي عندك لون الميه بتاعتك كده بقى لون وردي كده وجميل. تقطعي بالسكينه ماشي، بدي شكل جمالي وحلو. تقطعي عندك بالقطاعه بتاعت المخلل او بقطاعه دي يعني. هوريها لك دلوقتي، تلاقيها موجوده طبعا في كل بيت، مش غاليه يا جماعه والله. تقطعي بيها بتعمل شكل حلو للمخلل، يعني كانك شاريه من بره كده. عشان ايه؟ يعني الشكل برضو يعني اهم برضو من اي حاجه. اقطع عندي بقى بالقطاعه دي بالجزء ده زي ما وريت لحضراتكم وكده. تمام. طبعا الحجم بتاع تقطيع المخلل ده بيرجع لك، انت بتحبي التقطيع الصغير او الكبير. تعملي بالسكينه، تعملي بالقطاعه زي ما بتعملي. هقطع الكميه كلها واكون جاهزه عندي برطمان غسلها كويس. تمام، ومنشفاها عندي، وابدا احط فيه الايه، هبدا احط فيه عندي المخلل، واضيف عليه الميه بتاعته. طبعا قطعت معاكم الكميه شويه قدامكم حلوه اهي. طيب افترض انا عندي قبل كده يعني شرشه او ميه عندي متملحه من قبل كده، مثلا مكان مخلل اللفت زي ما انا حاطاه عندك، هتلاقي حته باينه عندك في الصوره كده. ضيفي عليه قطعي المخلل وضيفي عليه المخلل الجديد، هتكون ميتها مظبوطه ومتحدقه وحلو. ما عنديش ميه، بعمل ميه جديده زي ما انا عودتهم. بس ما نحطش بقى مكان اللفت، نحط مكانه فلفل، هتلاقي اللون بتاعي اتغير. طبعا كل مخلل وله طريقه في عمايله او بيحب يكون لوحده. افضل عندي بقى احط كده حته من حته عندي حمرا اهي. تمام، وارجع تاني احط بقى معاك الايه بالمخلل، وابدا اضيف معاها الميه بتاعت البنجر دي، ميه الملح وبنجر دي. البنجر حتى لما بتخلي بيبقى طعمه حلو قوي يا جماعه، لان معظم السوريين بيعملوا المخلل بتاع البنجر ده بالذات. اضفت عندي برده البنجر. تمام، وليه فوائد صحيه كتير زي ما انتم عارفين. ابدا احط عندي المخلل لما البرطمان ياخد كفايته. تمام، ما تسيبيش البرطمان نص او ربع، لان بيعمل ايه فوق ريم كده. انما البرطمان لو انت كبساه كويس مش هيعمل مع عندك اي ريم ولا اي حاجه. ابدا عندي بقى قلبت الميه بتاعتي، واحط الميه في البرطمان لحد ما ياخد. طب افترض طلع عندي عادي، ادوقه بعد يوم او اتنين، طلع عندي المخلل عادي، بزودي عندك شويه ملح. تمام، على الوش كده عادي. اقفلي بقى البرطمان يكون غطاه محكم، وده بخلي المخلل بتاعي جاهز خلاص كده. 3 4 ايام بالكتير قوي بتكونوا واكله منه. اشوفكم في وصفه تانية جديده، مع الف سلامه.